ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير، بقالنا زمان ما عملناش فيديوهات. زي ما انتوا شايفين بقى، انا جايلكم النهارده بوصفه حلوه جدا وممتازه جدا. طريقه عمل العيش الكايزر. طبعا احنا عملناه قبل كده في القناه كذا مره، لكن المره دي من احلى المرات، لان جايبالكم حاجه سحريه كده في الوصفه دي. مش قادره اقول لكم عليها. طالع تحفة جدا جدا جدا. يلا بينا بقى عشان اقول لكم على سر من اسرار نجاح الكايزر في البيت. هنعمل مع بعض المحسن في البيت. هنحط معلقتين سكر، معلقتين دقيق، هنحط كيسين بيكنج باودر، هنحط كمان زبدية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. يبقى احنا حطينا زبادي وسكر ودقيق، وحطينا بيكنج باودر، وحطينا كمان كيس خميرة او معلقة خميرة. هنقلب كل الحاجة دي مع بعضها زي ما انتوا شايفين. هنقلبها ونحطها على جنب. ده المحسن بتاع المخبوزات، دايما تستعمليه في كل مخبوزاتك، وبالذات في الكايزر. هيدي للكايزر طراوة، وهيديله، هيخلي الكايزر ناعم معاكي ويقعد معاكي 10 أيام كأنه لسه طازة زي ما انتوا شايفين كده. وهنا جبنا كيلو دقيق. واهم حاجة في اختيارك للدقيق للكايزر، ما تستخسريش الدقيق الغالي، لازم تحط الدقيق الغالي. ده كيلو دقيق، احنا عملنا كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين. طبعا سيبنا المحسن يرتاح على ما احنا نجهز الدقيق بتاعنا وباقي الاضافات. طبعا احنا نخلنا الدقيق زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. وهنا هنبدأ نحط الاضافات دي: ذرة ملح، وده كيس خميرة. الكيلو ده عليه كيسين خميرة، ومعلقتين سكر، وبيضتين، احنا عايزينه يبقى مغذي لولادنا، ومعلقتين زبدة. معلقتين زبدة. طبعا انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. هتحطي كيسين خميرة، وادي كمان كوبايتين لبن زي ما انتوا شايفين بقى. الطريقة حلوة جدا جدا ومغذي لولادنا. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، وهنحط دلوقتي اهم اضافة، اللي هو المحسن اللي احنا عملناه في البيت. شايفين ازاي تفاعل؟ شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. بيدي للعجينة شكل تاني خالص. ده سر من اسرار نجاح المخبوزات، انك تعملي المحسن في البيت. وطبعا احنا حاطين فيه لبن والبيض، كل ده هيبقى مغذي لولادنا، وبيطلع كمان طعمه حلو قوي قوي. وكمان هنحط معلقتين خل. وهنا هنبدأ بقى نعجن بايدينا زي ما انتوا شايفين كده. هتعجنيه عجنة محترمة، هتفضلي تعجني فيه لحد ما العجينة تبقى في ايدك حلوة ومظبوطة. وبعد ما تلم العجينة هتحطي له معلقتين زيت. هو ما جاش في التصوير. هنحط معلقتين زيت واحنا بنعجن، معلقتين مش اكتر. وهنا هندهن وش العجينة زيت وهنسيبها تتضاعف. وهنا العجينة ما شاء الله، شايفين؟ ما شاء الله ما خدتش وقت، يعني بالكتير قوي ربع ساعة وكان حجمها تضاعف. وهنا انا حطيت زيت على الرخامة، وهبدأ اشتغل بقى زي ما انتوا شايفين. هنا هقسمه بقى براحتي. الكيلو الدقيق عمل 25 رغيف. طبعا انت حابة تكبريه تصغريه بيرجع لك انت. بس ما شاء الله على العجينة في ايدي وعلى جمالها، طرية جدا وحلوة جدا، وطعمها طلع خطير في الأكل.
زي ما انتوا شايفين هنقسم العجين. انا عملته 25 رغيف، يعني انا وانا بشكله ظبطته على 25 رغيف. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله العجينة في ايدي ممتازة وما اخدش مني وقت. يعني انا يا دوب هكور الحتت اللي انا قطعتها دي وهرص في الصينية، والنتيجة هايلة هايلة هايلة. كفاية ان انت ممكن تعمليه بس مرة واحدة في الاسبوع. وهنا هنبدأ نشكل الكايزر بتاعنا. العجينة في ايدي ما شاء الله ما شاء الله جميلة جدا. هنشكله زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنرصه في الصينية وهندهن الوش لبن وسمسم. اللي حابب بقى يحط بيض او يحط حاجة تانية طبعا ده يرجع لكم، لكن انا بصراحة ما بفضلش البيض على الوش. انا بدهن لبن وارش السمسم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا سبته كمان يخمر لحد ما تضاعف حجمه تاني، يعني انا شكلته ورجعت سبته تاني يخمر.